يا مساء الفل. أوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالصلاة على الرسول بتنحل وتنفك العقد على طول. قبل ما نبدأ الفيديو هندعي دعوة لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا، وحسبي الله ونعم الوكيل، ونكتر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي بقى انا جايبه لكم بدائل المقاطعه، بس ثانيه واحده اقفل البلكونه عشان في دوشه وانا بصور لكم النهارده بصوتي. بصوا بقى يا حبيباتي، بدائل المقاطعة. احنا لازم ما نشتريش حاجة فيها مقاطعة. يعني احنا كده بنمولهم وبنساعدهم ان هم يموتوا اخواتنا المسلمين. تمام كده. فطبعا البدائل المقاطعة دي هتلاقيها موجودة في المنتجات المصرية. شجعي بلدك وشجعي المنتج المصري. انا هقولك تشتري الحاجات دي منين وازاي، وشوفي الحاجات اللي انا اشتريتها واسعارها مناسبة جدا وبسيطة جدا، عكس الحاجات المستوردة اللي احنا بنشتريها وبنضر بيها اخواتنا المسلمين. صلوا على النبي كده ونقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ده منظف للارضيات، الكيس من ده ب8 جنيه، ده بريحة اللافندر، تصنيع مصري. واحد اسمه ابو سمرة. ابو سمرة ده محل لادوات النظافة، محل للحاجات بتاعة التنظيف. تمام كده. ده موجود عندي في المنطقة، هو اللي بيعمل الحاجات دي وبيبيعها مغلفة بالشكل ده وحاطط عليها اسمه. عايزة اقول لكم ريحته فوق الرائعة اهو باللافندر، ريحته تحفة، احلى من منتجات كتيرة جدا احنا بنشتريها مستوردة. هو اللي بيصنعه وهو اللي عامله. ده بقى بديل الدوني. دوني والله العظيم احلى من الدوني بتاع الشركات. تمام كده اهو. ده معطر الملابس احلى مليون مرة من الدوني بتاع الشركات اللي احنا بنشتريه، وبرضه هو اللي بيصنعه، صناعة مصرية، هو اللي بيعمل الحاجات دي، هو اللي عنده مكان بيعمل فيه الحاجات دي. واحنا لازم نشجع الناس اللي بتنتج وبتشتغل وبتعمل حاجات تبيعها لصالحنا. تمام كده. معلش انا بس بظبط الكاميرا عشان الستاند بيتهز. الحاجات دي عاملها واحد مصري. ده بقى معطر للبطاطين والسجاد، شامبو سجاد، بدل اللي بنشتريه بالشيء الفلاني. ده شامبو سجاد برضو تصنيعه هو. ده برسيل الاسود اهو، بتاع الغسيل الاسود، وعنده منه الجل. تمام. طبعا الحاجات دي عن تجربة، الحاجات دي رائعة وبتنظف وريحتها تحفة، ومش يعني مش هتلاقيها مختلفة خالص عن اللي انت بتشتريها من الشركات المستوردة. لازم نشجع بلدنا. الاوكسي طبعا احسن بكتير من التايد والاريال والبرسين. احنا كده بنشجع منتجاتنا. بصوا فيبا اهو، فيبا اهو احلى طبعا من منتجات كتيرة احنا بنستخدمها، مزيل الدهون والبقع الصعبة اهو. فيبا منتجات مصرية. اشتري الحاجات اللي فيها منتجات مصرية، شجعي. ده شامبو تاني للسجاد والبطاطين، والشامبو ده بريحة تحفة. بصوا بيملط السجاد وبيخلي الحاجة تحفة بجد بجد بجد، بيخلي الحاجة فلة. بصوا كمان السلك ابو سمرة، هو برضو اللي بيبيع السلك، هو برضو اللي بيبيعه وبيعمله. بصوا اهو، وكل حاجته مغلفة كده. اللي طبعا عايز المكان
يقول لي في التعليقات وانا هقول له المكان بالظبط، ولو في توصيل هقول لكم. بصوا اهو، شجعي المصريين وشجعي حاجاتنا المصريه. آه، ده بقى صابون سائل اسمه هاي لوكس. انا اول مره استخدمه. ده بقى انا هعمله انا اللي هعمله على ايدي واخففه بالميه، وهصور لكم منه فيديو وتشوفوه معايا يعني وانا بعمله بالليمون. تمام كده، سوبر توفير ممتاز برضه. بس انا صراحة مش عارفة ده في المقاطعة ولا لا، اللي عنده برنامج المقاطعة يشوف ويقول لي. برضو انا غلطت غلطة لان في حاجات جبتها برضو واكتشفت انها مقاطعة. ده بقى داوني معطر الملابس، مش داوني المعطر. بصوا ده بقى بديله، والله العظيم تلاته الحاجة دي ريحتها فوق الرائعة. عن تجربة انا مجربة الحاجات دي، وعايزة اقولك جربيها وعلى ضمانتي، وهقولك على المكان واشتريها. وانتي لو عندك اي صبانة قريبة منك شجعي منتجاتهم واشتريها وجربي. جيبي حاجات قليلة بأسعار قليلة وجربي، ومش هتخسري حاجة، وهتلاقي عندهم بدائل تحفة تقدري تستخدميها، عكس ما احنا بنشجع الصهاينة. بصوا ده معطل للجو فريدة، ماشي بريحة النظافة. برضو ده مصري، وب20 جنيه الازازة دي، تحفة بجد. ريحته مش قادرة اقول لكم يا جماعة. وده معطر الارضيات فريدة بالفل، انا ما بستغناش عنه خالص يعني. ايدي ورجلي ده بصوا ما بسيبهوش يعني. بصوا ما بقدرش اعيش من غيره من الاخر. تمام. في ايه تاني؟ بصوا المناديل المبلله والوايبس مصري، صناعه مصريه برضو من الصبانه. كل حاجه هم بيصنعوها وبيعملوها يعني. انت بتشتريه من بره بالشيء الفلاني. دي بقى اللي انا اشتريته وما كنتش اعرف ان هو مقاطعه. علبه كريم الجونسون، تمام، ما كنتش اعرف ان هو في المقاطعه، وزعلانه قوي اللي انا اشتريته وحطيت فيه فلوس. ده كريم للشعر، انا اول مره اجربه. جبت العلبه الصغيره عشان اجربه واشوفه كويس ولا لا، لاني شفت عنه ريفيوهات كتيره قوي على الفيسبوك بيشكروا فيه، بيقولوا ان هو تحفه وحلو قوي. فانا حبيت ان انا اجرب منه العبوه الصغيره. بس ده مصري، سوري، ده مصري مش مستورد. في ايه تاني؟ جبت ليف برضو. الحاجات دي صناعة مصرية، دي بقى انا بعشقها مقدرش استغنى عنها، اللهلوبة بتاعتي. بصوا بقى نفتالين. جبت كيس نفتالين. انتوا كلكم عارفين ان النفتالين انا بس بستخدمه في التواليت، وانه بيضيع رائحة التواليت، وانا كنت عاملة بيه فيديو قبل كده. تمام. كولوريكس جيل، ده كان عرض ب55 جنيه. جبت ازازتين، في واحده استعملتها ودي لسه ما استعملتهاش. ده للاسف في المقاطعه، وطبعا انا زعلانه جدا جدا لاني ما كنتش اعرف. الله اكبر، الله اعظم، عزت لله. طب انا هفصل معاكم عشان صوت الاذان وارجع لكم. رجعت لكم تاني. بصوا بقى برضو ده زيت لغسالة الاطباق. انا برضو معرفش هو في المقاطعة ولا لا، بس اعتقد ان هو في المقاطعة. اعتقد انا اعرف اللي في المقاطعة فانيش وحاجة تاني وبايوكلينا، انما ده انا بجيبه على طول، بس مش عارفة في المقاطعة بقى بصراحة ولا لا. بس انا محتاجاه ومش عارفة اعمل ايه. ده سلك السلستيل برضو انا مش بستغنى عنه، بشتريه على طول. وبرضو الحاجات دي منتجات مصرية. المشابك، جبت مشابك برضو. تمام. يعني عملت شروة كده حاجات البيت محتاجها، وانا ما بستغناش عن حاجة النظافة. بجيب الحاجات بالشهر وساعات بتقعد معايا
اكتر من الشهر. جبت زهرة زرقاء عشان انا بظهر الغسيل بتاعي. الغسيل الابيض لازم بظهره. وكمان جبت بودرة، قصدي زهرة بيضة وصودا كاوية او بوتاس. هعمل لكم فيديو هستخدم لكم الحاجات دي، وهتشوفوا معايا الفيديو وهتعرفوا انا استخدمتهم في ايه. كمان جبت ملح خشن او ملح رشيد. انا بستخدمه في حاجات كتيره، برضو هبقى اقول لكم بستخدمه في ايه. تمام كده. كمان بحطه في ميه المسح، بيخرج الطاقه السلبيه. دي بقى صابونه اللي هي الصابونه البلدي. لونها عامل كده ليه؟ لان الديتول انا جبت الديتول خام سايب برضو من الصبانه او المحل بتاع حاجه النظافه. والكيس اتفتح لانه مش مغلف زي الاكياس دي وبوظ لي الصابونه، بس انا هستخدمها برضو يعني عادي. عايزه هوريكم الديتول، ريحته جباره هتشوفوه هوريهولكم. وعايزه اقولك شجعي المنتجات دي، في ناس بتعمل حاجات بضمير وهتلاقيها البدائل حلوه وتقدري تستخدميها، هتلاقيها احلى من الحاجات المستورده اللي انت بتستخدميها. ثواني هجيب لكم الديتول وتشوفوا معايا. بصوا انا بصور لكم الديتول من جوه اهو، بصوا تقلوا عشان انا فضيته في حاجه عشان كان مبهدل لي الدنيا ومغرقها لي. ريحته قلب البيت، اقسم بالله ريحته قلب البيت، ريحته جباره يا جماعه والله بجد. بصوا تقلوا، انا بنضف بيه البيت، ريحه البيت بتبقى كلها تعقيم. وده طبعا مصري ومعمول على الايد. في حاجات كتيره قوي احنا مصريه احنا ما بنستخدمهاش وهي مفيده جدا. في حاجات احنا بنخاف نجيبها ونقول مش حلوة مش مركزة عشان حاجات مصرية وصناعة مصرية. لا، شجعي صناعة بلدك. في حاجات حلوة جدا، والحاجات اللي انا بستخدمها قدامكم دي حاجات فوق الرائعة، وانا ما بجيبش منتجات الشركات وغير قليل قوي. لكن لما طبعا جربت الحاجات دي انا ما بستغناش عنها وما بقطعهاش من بيتي. حاولي تشجعي المحلات اللي عندك وتشوفي مين بيصنع ومين بيبيع حاجات مصرية واشتريها. وربنا ان شاء الله ينصر اخواتنا في فلسطين، واحنا لازم نشجع بلدنا ومنتجات بلدنا. وانا الحاجات دي لو حد عايز يعرف المكان يكتب لي في التعليقات وانا هقول له المكان، وهشوف لكم لو في رقم للتوصيل هقوله لكم. ولو حابه تاخدي سكرينات للحاجه خدي واطلبي، وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله كلنا نقف ايد واحده ونقف مع اخواتنا في فلسطين. وغير فلسطين كمان احنا لازم نشجع منتجاتنا المصريه. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. انا اسفه عشان بسجل لكم بالصوت وفي دوشه حواليا، عشان كده انا دايما بسجل لكم على الفيديوهات مش بعمل لكم فيديوهات مباشره. ان شاء الله الفيديو ينور رضاكم واعجابكم، وزي ما احنا قلنا نشجع منتجاتنا المصريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.